وبكده نكون انتهينا من تصميم العناصر التفاعلية وكمان العناصر الخاصة بحقول الإدخال. هتلاقي تحت الفيديو ده لينك فيجما، وهتلاقي على لينك فيجما ده الانتراكتيف اليمنت التمبلت الخاصه بيها، والتمبلت الخاصه بالفورم انبوت، عشان لو انت حابب ان انت تحط عليها الكومبوننت اللي انت خلصتها. وكمان هتلاقي الموك اب اللي انا كنت مستخدمها في الفيديو السابق، عشان لو حابب برضو ان انت تعرض عليها النماذج اللي انت خلصتها معايا في الكورس. وطبعا باكد على اهميه ان انت تكون فعلا كنت بتبتدي ان انت تجرب عملي ورايا في الفيديوهات. وهتلاقي كمان مجموعة الايقونات اللي انا كنت ببتدي ان انا استخدمها خلال الفيديوهات الخاصة ب المجموعتين اللي احنا طرحناهم خلال السلسلة دي. وكمان هتلاقي لينك خاص بالشهادة. طبعا الموضوع امانة، انا تاركه لك. انت كده كده هتبتدي ان انت بعد ما تخلص هتاخد كوبي من الشهادة دي، وهتبتدي ان انت تغير الاسم هتخليه اسمك. وبعد ما تخلصها هتبتدي ان انت تعمل لها اكسبورت من الجنب، سواء ان انت عايزها بي ان جي او ان انت عايزها بي دي اف. بالمثل لباقي العناصر، لو انت عايز ان انت تبتدي ان انت تحفظهم عندك كبي ان جي او ان انت تحفظهم كبي دي اف. واخيرا شكرا جدا ليكم وشكرا جدا لمجهودكم، والى اللقاء في فيديوهات جايه كتير. شكرا جدا ليكم، بالتوفيق لكم، اللهم امين.